نجمتنا النهارده هي نجمة أثارة الجدل، الجدة المعجزة، تعمل أدوار إثارة بس ترفض تتباس، مدرسة غادة عبد الرازق للإغراء، تشتهر بأدوار المرأة المثيرة في عز موجة السينما النظيفة، هنجيب مين يعمل الشمال؟ تفشل إنها تكون نجمة شباك فاشلة. وتتربع على عرش الدراما التلفزيونية. هي الناس حبتني كده. إزاي بدأت وإيه حكايتها وليه إحنا واقعين في غرام حكاية غادة عبد الرازق كلها في الحلقة دي. لو أول مرة بتشوفني انزل اشترك في القناة ويلا بينا. احنا جايين نحرق دمكم، جايين نقعد على قلبكم، مفيش حد في الحلقه غيرنا. ما عندكوش حل غير انكم انتوا تسمعونا. قصة طويلة عشان تعرفها لازم نرجع بالتاريخ لورا، وبالتحديد في يونيو سنة 1965 اتولدت غادة عبد الرازق. كان مواليد 6/7/1970. حسب ويكيبيديا فغادة عبد الرازق دخلت الفن من بوابة الإعلانات، لكن غادة عبد الرازق نفسها بتقول كلام تاني. أنا أول حاجة عملتها غنيت. قربني لهواك قربني، ده البعد عنك غربني. المهم ان غادة ابتدت مشوارها في السينما بفيلم مقاولات اسمه أجدع ناس مع الشحات مبروك، ودخلت التلفزيون بمسلسل اللص الذي أحبه مع شريف منير وهاني رمزي. واعتقد ان السبب في اختيارها في الاساس كان انها طويله وطولها كان مناسب لهاني رمزي لانها كانت طالعه خطيبته في المسلسل. بعد كده ياخدها جلال الشرقاوي في مسرحيه حوضه كرامه وتشتغل مع عبير صبري في نفس المسرحيه اللي في الوقت ده اسمها كان اعلى من اسم غادة عبد الرازق بكتير. بعد كده ياخدها المخرج علاء كريم وتشتغل معاه في مسلسل وادي فيران وتلعب دور فتاة يهودية. لكن على عكس كل مسلسلات الجاسوسية اللي كانت بتحقق نجاح جماهيري كبير جدا في وقت عرضها زي الدموع في عيون وقحة ورأفت الهجان، لكن المسلسل ده مر مرور الكرام، محدش أصلا عرف إن هو اتعمل. لكن غادة عبد الرازق تلفت نظر المخرج أنور قوادري اللي كان ساعتها بيعمل فيلم جمال عبد الناصر وياخدها عشان تعمل دور برلانتي عبد الحميد في الفيلم. المواصفات الشكليه لغادة عبد الرازق وطولها وجمالها هم اللي كانوا مخليين المخرجين يحصروها دايما في دور المراه المثيره اللي بتكون دايما مطمع لكل الرجاله. في اواخر التسعينات ومع بدايه موجه السينما الشبابيه اللي بداها محمد هنيدي بفيلم اسماعيليه رايح جاي وتلاه على طول بفيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، واللي فتحت الباب قدام شباب كتير جدا في وقتها ان هم يبقوا ابطال في السينما زي منى زكي وغادة عادل ومنى شلبي. لكن غادة عبد الرازق ما ينفعش انها تكون بطله من الابطال دول، لأن الأبطال في الوقت ده كانوا هم أحمد السقا ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأحمد حلمي، اللي ما كانتش غادة بمواصفاتها الشكلية تنفع إنها تكون بطلة قدامهم. لكن كان الأنسب دايما إن هم يختاروا واحدة زي منى زكي وغادة عادل منى شلبي وياسمين عبد العزيز، وده اللي خلى باب البطولة في السينما مقفول قصاد غادة عبد الرازق، خصوصا إن طولها ما كانش مناسب لأي واحد من النجوم الشباب في وقتها. كمان بسبب الفكرة اللي اتخذت عن غادة عبد الرازق إنها نجمة الأدوار المثيرة بس، وفي الوقت ده كان الشباب كلهم بيقدموا السينما النظيفة، فما كانش ينفع ان هم يستعينوا بغادة عبد الرازق علشان تشتغل قدامهم ادوار البطولة. هي غادة بالنسبة لهم أول ما ظهرت نجمة إغراء. طيب ايه خلاص كده هنستسلم وغادة عبد الرازق هتقعد في البيت؟ لا، تتجه غادة للتلفزيون وتعمل ادوار كتير في مسلسلات مختلفة زي السيرة الهلالية والعائلة والناس، النساء قادمون ويا رجال العالم اتحدوا. وكمان يختارها المخرج هاني اسماعيل انها تلعب دور مهم في مسلسل سوق العصر مع محمود ياسين وفادي عبد الغني واحمد عبد العزيز، وبعدها يبدا اسم غادة في السطوع واللمعان وتبتدي تلفت نظر المخرجين والجمهور، واللي كان دورها في المسلسل اسقاط على نجمات كتير في فتره الخمسينات والستينات وعلاقتهم بمراكز القوه في الفتره دي. وتدخل غادة بوابه السينما مره تانية من خلال فيلم الاجنده الحمراء اللي كان كاتب السيناريو والحوار بتاعه محمود ابو زيد، وكفايه تعرف ان محمود ابو زيد هو اللي كاتب افلام زي جري الوحوش والعار والكيف. لكن للأسف الفيلم بيفشل سواء على المستوى الفني أو على المستوى الجماهيري، خصوصا إن البطل قدامها كان طارق علام اللي ما كانش عنده أي كاريزما أو حضور وقتها، ويتهمها النقاد إنها خارجة في مشاهد غير لائقة في وقت كانت السينما النظيفة هي السايدة في السوق، وتخرج من الفيلم بخناقة كبيرة مع المخرج علي رجب وتقول للصحافة إنها أجبرت على إنها تلبس قميص النوم اللي كانت رافضة إنها تلبسه في الأول، لكن اضطرت إنها توافق علشان تمثل في الفيلم. عايزة توصلي يا غادة يبقى حلوة والبسي قميص نوم وبتاع يعني. وتمر السنين ونيجي لسنة 2001 وتيجي أهم فرصة لغادة عبد الرازق اللي تقلب حياتها بعد كده رأسا على عقب. في الوقت ده كانت غادة عبد الرازق بتعمل أدوار المرأة المثيرة والبنت الأرستقراطية، لكن بيتعرض عليها دور في مسلسل عيلة الحاج متولي وهو دور الست الشعبية نعمة الله اللي بتكون واحدة من زوجات الحاج متولي. لما بتاخد الدور بتخاف وتفكر إنها ما تعملوش وترجع تعتذر لنور الشريف وتقوله إنها مش هتقدر تعمل الدور، لكن نور ما بيقبلش اعتذارها وبيصمم على انها تعمل الدور قصاده، ويتعمل المسلسل وينجح نجاح كبير جدا وتبقى اهم نقطة تحول في حياة غادة عبد الرازق.
اللي تبدأ بعديها مرحلة جديدة تماما في حياتها، وتفضل غادة عبد الرازق عينها على السينما. السينما تاريخ. وعلشان هي ذكية وعارفة ان الوسط الفني كله علاقات، فتوافق انها تشتغل في مسرحية ترقيعه اللي بيقوم ببطولتها في الوقت ده محمد هنيدي وحنان ترك، اللي هم اشهر شخصيات السينما الشبابية في الوقت ده. وكان في اعتقادها وهي بتلعب الدور ده ان ده هيقربها من نجوم السينما الشبابية، وانها هتلاقي لنفسها مكان تلعب دور في الافلام بتاعتهم في الفترة اللي جاية. لكن للأسف ده ما بيحصلش، ويخلص عرض مسرحية ترقيعه وهي لسه برضه ما دخلتش السينما، وترجع تاني للتلفزيون وتشتغل مع مخرج من أهم مخرجين السينما وهو خيري بشارة، اللي بدأ يتجه للتلفزيون لما السينما اتغيرت معادلتها وبدأت تقدم موضوعات مختلفة ما لقاش خيري بشارة نفسه فيها، وتعمل معاه مسلسل مسألة مبدأ اللي بقت مشاهدها فيه مع خالد النبوي مشهورة على السوشيال ميديا أكتر من المسلسل نفسه. ويمكن لما تتفرج على المشاهد دي ما تعرفش أصلا اسم المسلسل كان إيه. بس ده ما كانش كفاية بالنسبة لغادة. مادام هنقعد في التلفزيون بقى، يبقى خليني أدور على أشهر حاجة في التلفزيون ممكن تجيب لي جماهيرية وتطلع في دماغها فكرة مجنونة مستحيل إنها كانت تتنفذ. بعد ما نيلي وشريهان بدأوا يعتزلوا الفوازير، بدأ التلفزيون يفكر في نجوم مش استعراضيين هم اللي يعملوا الفوازير. فاشتغل في الفوازير نجوم زي يحيى الفخراني وسمير صبري وشيرين سيف النصر. وبما ان بوابة الفوازير اتفتحت لنجوم مش استعراضيين، فليه غادة عبد الرازق ما تعملش هي كمان الفوازير؟ وبالفعل تعرض غادة الفكرة على ممدوح الليثي اللي بيوافق عليها وبينتجوا لها الفوازير. انا دايبه 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 واتسكم النص. وساعتها فكروا في مدحت صالح اللي كان خارج من مسرحية حزمني ياه وكان محقق جماهيرية عالية جدا، ويجيبوا لها حلمي بكر اللي كان اشهر واحد بيعمل الحان الفوازير في وقتها علشان يلحن لها تتر المقدمه والنهايه. لكن الاكثر غرابه واثاره في الموضوع ان اللي يخرج الفوازير هو محمد خان، اللي ما كانش عادي وقتها انه يجيبوا محمد خان يخرج الفوازير. محمد خان اللي عمل ايام السادات والحريف، احلام هند وكاميليا وموعد على العشاء، يجي ويخرج عمل استعراضي والاول مره في التلفزيون. ودي كانت في حد ذاتها جريمه، واعتقد ان هو نفسه ندم عليها بعد كده وقرر ما يدخلش التلفزيون تاني، لانه غالبا لما جه يعمل الفوازير كانوا مشربينه حاجه صفرا وقتها. وتفضل فوازير فرح فرح شاهد مهم على جرأة غادة عبد الرازق وقدرتها على الاستمرار بالرغم من السقوط والفشل. وعلى رأي الأغنية المشهورة وتقع وتقوم وتقوم وتقع، يا ودع كذاب كذاب يا ودع. تفضل غادة عبد الرازق تمثل في التلفزيون أدوار مختلفة في مسلسلات مختلفة لحد ما تجيلها الفرصة اللي كانت مستنياها من زمان، وهي انها تشتغل في السينما ومع ابطال الموجة الشبابية الجديدة. ويجي لها دور مهم في فيلم عن العشق والهوى مع مين بقى؟ كاملة ابو ذكري مخرجة، تامر حبيب كاتب سيناريو، الابطال احمد السقا ومنى زكي ومنى شلبي. فتمسك في الفرصة بايديها واسنانها، فتلعب دور من احلى ادوارها في السينما، وكمان تاخد عليه جايزة من المهرجان القومي للسينما. واللافت في تاريخ غادة انه يمكن دي الجايزة الوحيدة اللي بتاخدها عن دور من الادوار اللي هي مثلتها. انا ما عنديش حل تاني، ما بقتش عارفه ارضيك ازاي، ارحميني بقى. دوري على شغل تاني، ما عنديش مؤهلات غير دي تجيب لنا فلوس كل اول شهر. ورغم ان فيلم عن العشق والهوى ما بيفتحش قدامها سكه ادوار البطوله، لكن بيفتح قدامها السكه انها تشتغل تاني في السينما، فتشتغل في افلام زي 90 دقيقه وعوده الندله وزي الهوى. عارف يا هاني، لو في يوم من الايام فكرت تخوني انا ممكن اعمل فيك ايه؟ صحيح انها مش بنفس قوه دورها في عن العشق والهوى ولا بنفس التالق بتاعها فيه، لكن على الاقل هي متواجده في السينما. وده لان غادة ذكيه وعارفه ان السينما هي اللي بتعمل تاريخ الفنان مش الدراما التلفزيونيه. عايزه اعمل كم كبير جدا من الافلام، عندي طاقه اعمل شخصيات كتير جدا بحلم بيها. وعشان كده كانت اي فرصه بتجيلها في السينما ما كانتش بتقول عليها لا ابدا، حتى لو كانت دور صغير وحتى لو كانت دور مش هيضيف لها فنيه. كل ما احس ان انا ما عملتش في السينما الحاجات اللي تستحق ان انا في يوم من الايام الناس تتذكرني، بيصعب عليا نفسي قوي. وتفضل غادة تايهه ما بين السينما وما بين التلفزيون لحد ما يشوفها خالد يوسف ويديها دور مهم في فيلم حين ميسرة، وبيعرض عليها دور جريء ما كانش ينفع تقبله غير غادة عبد الرازق، وهو دور بنت ليسبيان بتحب سمية الخشاب في الفيلم. خليني اقول لك ان في السينما المصريه دور الليسبيان اتقدم اكتر من مره وباكتر من ممثله، واشهر واحده عملت الدور ده هي ايمان او ليس سركسيان اللي عملت دور بنت ليسبيان في فيلم الصعود للهويه مع مديحه كامل. دي كانت اول مره يتعمل فيها دور بالشكل ده في السينما المصريه. غادة سحاقية، عاهرة، راقصة، وست ملعب. كانت بتكلمي على غادة شخصيا. المهم ان من بعد حين ميسرة تبدا الشراكه الفنيه ما بين غادة عبد الرازق وخالد يوسف، وتعمل معاه دور مثير وجريء في فيلم الرئيس عمر حرب. خد بالك ان الرئيس عمر حرب كان في سنه 2008،
في عز موجة السينما النظيفة ما كانت شغالة، واللي كانت رفع فيها شعار لا قبلات ولا مشاهد جريئة. لكن غادة عبد الرازق اللي بتحفر لنفسها مكان بأي شكل في السينما بتوافق انها تعمل دور جريء في فيلم الرئيس عمر حرب وتتهاجم بسببه. ولان خالد يوسف مؤمن بغادة عبد الرازق فنيا فيديها دور مهم في فيلم دكان شحاتة، دور ما فيهوش اي اغراء، عشان تثبت فيه غادة انها ممثلة بحق وحقيقي. كنت عايزه اثبت نفسي ان انا ممثله، انما ما طلعتش بحلاوتي مش بجسمي. لكن الملاحظ ان في كل الافلام دي خالد يوسف ما كانش بيدي لغادة عبد الرازق دور البطولة، لحد ما تيجي سنة 2010 وتاخد غادة دور البطولة في فيلم كلمني شكرا مع عمرو عبد الجليل. ومرة تانية تتهاجم غادة عبد الرازق من النقاد بسبب لبسها ومشاهدها الجريئة في فيلم كلمني شكرا، اللي على رغم نجاحه على المستوى الجماهيري لكن ما بينجحش على المستوى الفني. وبسبب الفيلم ده تترفع أكتر من قضية على غادة عبد الرازق وعلى الفيلم بسبب مشاهدها الجريئة فيه، لكن غادة تقتنع بالكلام ده أبدا ولا يفرق معاها. نبيل مقضيها قضايا تكونيا نبيل عايز يشتهر، ويستضيفوها في برامج ويحاولوا يقنعوها انها تقول انها ندمانه عن الادوار دي. يعني مفيش عمل عملتيه بتشعري بالخجل منه؟ لا خالص. ولما كانت غادة تحل ضيفة في البرامج كانت تقول ان الادوار دي مش اي حد يعرف يعملها، او يمكن ما تعرفش تعمله او يمكن ما يلقش عليها انها تعمله. وتفضل غادة تشتغل في السينما مع مخرجين زي عادل اديب ليلة البيبي دول. رغم كل مقومات النجاح اللي كانت محطوطة لفيلم زي ليلة البيبي دول، فهو انتاج ضخم جابوا له اهم نجوم السينما المصرية في الوقت ده، محمود عبد العزيز، نور الشريف، محمود حميدة، تصوير في اوروبا واماكن مختلفة من الوطن العربي. لكن الفيلم اللي كان مقصود منه انه يبقى النسخة المصرية من فيلم بابل، واللي كان ممكن يدي دفعة كبيرة جدا لنجمة زي غادة عبد الرازق انها تبقى نجمة شباك، بيفشل فشل جماهيري وبيفشل كمان على المستوى الفني، وبيتبخر حلم غادة عبد الرازق في انها تبقى نجمة شباك في السينما. وتفضل غادة تشتغل في السينما مع مخرجين زي مجدي احمد علي في خلطة فوزية، محمود كامل في ادرينالين، وليد التبعي في ازمة شرف. ولانها افلام متوسطة وادوار غادة فيها برضو ادوار متوسطة، فتفشل انها تدي لغادة دفعة النجومية اللي هي كانت بتحلم بيها في السينما. لكن ده ما يمنعش ان كل الافلام دي برضو تساعدها انها تتنجم في التلفزيون، فترجع للتلفزيون ويبدأ يتعمل مسلسلات باسم غادة عبد الرازق. ومن بعدها بتبدأ غادة عبد الرازق تحجز مكان ليها في رمضان كل سنة، زيها زي يحيى الفخراني ويسرى اللي كان كل سنة ليهم مسلسل في رمضان. وتفتتح غادة عبد الرازق أول أعمالها في البطولة بمسلسل البطنية اللي بيكتبه لها مصطفى محرم ويخرجه محمد النقلي، اللي أخرج لها قبل كده عيلة الحاج متولي. أنا اسمي يرتبط بنادية جندي، أولا ده شرف ليا. ليه ما بقاش نادية الجندي؟ ده شرف ليا. كان نموذج المرأة القوية القادرة إن أنا بقلدها، مفيش حد بيبقى حد، مفيش حد بيبقى خليفة حد. دايما لما تتفرج على غادة عبد الرازق هتلاقي روح نادية الجندي حاضرة وبقوة في كل أعمال غادة عبد الرازق. ورغم اختلاف الأداء الكبير ما بين نادية الجندي وما بين غادة عبد الرازق، لكن دايما في نقط تشابه ما بينهم. يمكن فكرة الست القوية، يمكن فكرة القدرة والسيطرة، يمكن فكرة الصعود من تحت السلم لأعلى درجات المجد. الحقيقة إنه فعلا في نقط تشابه كتير ما بين غادة عبد الرازق وبين نادية الجندي. تعالوا أقول لكم إيه هي. من الناس اللي انا بعشقهم ومش مجامله نادية الجندي، وبتفرج على كل افلامها. على المستوى الانساني هتلاقي ان لا غادة عبد الرازق ولا نادية الجندي كان لهم حد في المجال الفني، وهما الاثنين قرروا ان هما يدخلوا المجال الفني من غير ما يكون لهم اي واسطه فيه. عشان أنا ما كانش ورايا اللي ينتج لي أو يفردني أو يطلعني، أنا وصلت بعرقي ومجهودي. كمان الاثنين لا غادة عبد الرازق ولا نادية الجندي خريجي معهد تمثيل اصلا. نادية الجندي بتتجوز عماد حمدي اللي بينتج لها بامبا كشر وبيساعدها انها تفرض نفسها كنجمة شباك. وغادة عبد الرازق بتتجوز وليد التبعي اللي برضه بينتج لها 90 دقيقة. طول مدة 20 سنة وفي عناد وإصرار من نادية الجندي إنها تثبت إنها ممثلة كويسة وإنها نجمة الجماهير، وبالفعل تتربع على عرش النجومية أكتر من 20 سنة. وغادة عبد الرازق كمان على مدار 20 سنة بتحفر في الصخر عشان تثبت إنها ممثلة قوية وتاخد المكان اللي هي وصلت له. على المستوى الفني بقى غادة عبد الرازق لعبت دور ناهد رشاد في فيلم أوراق مصرية. على شرف مولانا حضرتك ناهد هانم رشاد ملكة مصر غير مطولة. وهو نفس الدور اللي لعبته نادية الجندي في فيلم امرأة هزت عرش مصر. أول مسلسل يتكتب لغادة عبد الرازق هو مسلسل البطنية، عن قصة فيلم البطنية اللي كان أهم فيلم في مشوار نادية الجندي، واللي من بعدها أصبحت فيه نجمة الجماهير. ربنا عاوز كده بقى. عندك انت حل تاني؟ اديني ريق حلو وشوفي هعمل معاك ايه يا وردة. هتعمل معايا ايه يا برعي؟
هتعمل معايا زي ما عملت مع بنت مدني؟ دايما فكرة الصعود من أسفل السلم لأعلى درجات المجد فكرة بتبقى مثيرة جدا لأي نجمة سينمائية، وده الخط اللي كانت دايما نادية الجندي ماشية عليه في كل أفلامها. البنت اللي بتبتدي فقيرة واللي بتكون مطمع لكل الرجالة واللي بتوصل إنها تتحكم في كل الناس اللي حواليها. ودي نفس التيمة اللي كانت عاجبة غادة عبد الرازق واللي اتبنتها في كل أعمالها الفنية في الأول، زي البطنية وسمارة وزهرة وأزواجها الخمسة. العامل المشترك في الأعمال دي كلها هو مصطفى محرم ومحمد النقلي. ومصطفى محرم هو أشهر من أدخل ورشة السيناريو في مصر، وهو أكتر واحد كتب أفلام لنادية الجندي. كان دايما نادية الجندي متهمة إنها دايما واخدة خط المرأة المثيرة اللي مطمع للرجالة، فتقرر إنها تثبت إنها ممثلة شاطرة، فتمثل فيلم شو اللي تمثل فيه بجلابية واحدة طول الفيلم. ونفس الحكاية تحصل مع غادة عبد الرازق اللي تقرر إنها تثبت إنها مش بس ممثلة إغراء لكن هي ممثلة شاطرة، فتيجي بعد السيدة الأولى تروح عاملة مسلسل الكابوس اللي تقريبا طول المسلسل لابسة فيه لبس واحد ومطلعة طول المسلسل من غير مكياج، عشان برضه تثبت إنها ممثلة شاطرة مش بس ممثلة إغراء. البنت حامل هتسقط. انا ما كنتش عايز الولد ده، مش انت اللي عايزه البيبي. طب انا هموتها لك وهموت لك بيبي. عادل إمام كان له مقولة شهيرة بتقول إنه الفنان بيحمل بداخله عوامل بقائه أو فنائه. التلفزيون برضه في حياة غادة عبد الرازق كان في محطات فيها صعود وهبوط كتير جدا، فهنبص نلاقي إنه بعد نجاحها الساحق في زهرة وأزواجها الخمسة بيفشل مسلسل سمارة. في الوقت ده غادة عبد الرازق بتتهم إنها فلول وإنها كانت ضد الثورة. تقعد في البيت، المسلسل مش عارفين نوزعه في الدول العربية، محدش عايزك. في رأيي إن المسلسل مش بس ما نجحش علشان خاطر الحرب اللي كانت قايمة على غادة في الوقت ده، لكن كمان علشان صناع المسلسل كانوا بيدوروا يعملوه نسخة جديدة من الفوازير، واهتموا فيه بالاستعراضات. واللي يتفرج فيكم على المسلسل هيحس إن هو بيتفرج على مقدمة الفوازير مش على مسلسل درامي في رمضان. ورغم إن وقوع مسلسل زي سمارة وفشله كان ممكن يخليها تقعد في البيت لفترة والناس تنساها، لكن ده ما حصلش مع غادة. بدأت تغير من جلدها الفني تماما وتدور على تيم جديد تجيبه تشتغل معاه، فتشتغل مع المخرج الصاعد وقتها محمد سامي اللي كان لسه عامل مسلسل آدم ومكسر الدنيا فيه مع تامر حسني، وتعمل مسلسل مع سبق الإصرار اللي يكسر الدنيا، لأن المسلسل كان بيغير شكل الصورة في المسلسلات المصرية، بيغير جلد غادة عبد الرازق تماما، وبتسيب فيه غادة عبد الرازق الأدوار الشعبية وتلعب فيه دور محامية أرستقراطية. جربت في مرة تقرب من إنسان مجروح ضايع مهزوم محروم من طعم الفرح، ويحقق المسلسل نجاح كبير جدا، وتعمل في السنة اللي بعدها مع نفس التيم مسلسل حكاية حياة. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. انا بحترمك جدا واحنا على الهوا وعلى الهوا، وانا لو اقسمت بالله على ده هقسم بالله على حاجات تانية يا استاذ محمد هقولها هتضايقك. اقسمي بالله دلوقتي على اي حاجه. مش هقدر مش هقدر يا استاذ محمد، مش هقدر. لو الناس اللي جم ضربوني في بيتي انا رحت ضربتهم في بيتهم قدام مراتهم واولادهم وخدت حقي اللي هو العين بالعين والسن بالسن. رمضان كريم يا استاذ محمد ومش عايزين نعطلك عن شغلك. وتنتهي الشراكة الفنية اللي ما بين غادة عبد الرازق وما بين محمد سامي بعد حرب إعلامية كبيرة جدا وفضايح على الفضائيات لا ليها أول ولا آخر. خد غادة عبد الرازق من سمارة فاشلة، ولأن الدنيا ما بتوقفش على حد فتبتدي غادة عبد الرازق تدور على مخرج تاني تشتغل معاه مسلسلها الجديد. فتشتغل غادة عبد الرازق مع محمد بكير اللي كان عامل المواطن إكس وكان محقق نجاح كبير جدا في وقتها، وتعمل معاه مسلسل السيدة الأولى اللي برضه يفشل جماهيريا وما يحققش النجاح اللي كانت مستنياه. المسلسل ما نجحش ودي حقيقة، أكذب أخادع نفسي. وتدخل غادة تجربة فنية مختلفة وهي مسلسل ألف ليلة وليلة علشان تلعب فيه دور ساحرة مع عمرو واكد وغادة عادل اللي كانت عاملة دور شهرزاد وهو كان عامل دور شهريار. في الوقت ده اتقسم النجوم زيهم زي مصر كلها ما اتقسمت لمجموعة كانت بتسبورت ثورة يناير ومجموعة تانية كان عندها نوستالجيا لحسني مبارك والعصر بتاعه. وعشان عمرو واكد كان من أكتر مؤيدي الثورة ولأن غادة عبد الرازق كانت متصنفة فلول في وقتها، فالمسلسل حصلت فيه مشاكل كتير جدا ووقف تصويره وما تفضلش منه غير التترات بتاعته بس. وبغض النظر عن النجاح والفشل تفضل غادة مكملة وتعمل كل سنة مسلسل جديد في رمضان. والملاحظ ان كل مسلسلات غادة عبد الرازق لازم يغني التترات بتاعتها نجمة من نجمات الغناء في الوطن العربي. فنانسي عجرم تغني سمارة، إليسا تغني مع سبق الإصرار، سميرة سعيد أرض جو، نوال الزغبي سلطانة المعز. اتحاربت انا واتكرهت وشككوني في نفسي تهت، أصالة السيدة الأولى، وشيرين حكاية حياة.
وده لان غادة عبد الرازق بتحب تتدخل في كل تفاصيل العمل، وبالنسبه لها تتر العمل مهم جدا، علشان كده كانت دايما بتدور على نجمه كبيره هي اللي تغني لها التتر ده. ورغم ان غادة عبد الرازق بتتدخل في اختيارات كل الممثلين، لكن عندها مبدأ انه اي ممثل يمضي هي ما تقدرش تعترض عليه، وده لسبب واحد بس، علشان هي ما بتقطعش رزق حد. انا وقفت قدام ناس وانا وهم متخانقين عشان ما اقطعش رزق حد، طالما اتقال اسمه وجاي عشان ده رزقه لا يمكن اقف فيه. في حكمه بتقول لا توجد صداقه دائمه ولا عداوه دائمه، ولكن توجد مصالح دائمه. وده المبدأ اللي مشيت عليه غادة عبد الرازق طول الوقت في تعاملاتها مع الوسط الفني. فهتلاقيها تتخانق مع مجدي كامل في مسلسل طريق الخوف، وترجع تشتغل معاه في مسلسل حدوته مره. تتخانق مع محمد سامي بعد مسلسل حكايه حياه. انا عملت شغل كويس قوي استاهل عليه ان انا اقاد واحترم، مش ان انا اتهان واتهز. وترجع تحاول تتصالح معاه وتهنيه قصاد الناس كلها على مسلسله جعفر العمدة. تتخانق مع المنتجه مها سليم وترجع تتصالح معاه. مها سليم صالحته. الحمد لله. تتخانق مع المتحده وتامر مرسي وبرضه ترجع تتصالح معاه. وفي اخبار ان هم اللي هينتجوا لها مسلسلها في رمضان 2024. تتخانق مع خالد يوسف وتختلف معاه بسبب مواقفهم السياسيه من ثوره يناير. لو خالد طلبك في فيلم دلوقتي تقبلي؟ لا. وترجع تتصالح معاه وتشتغل معاه في فيلم كارما. والعلاقه اللي ما بين غادة عبد الرازق وخالد يوسف علاقه مليانه بتقلبات ومثيره برضه للاعجاب. خالد حاله، يعني اي حد يتمنى ان هو يرتبط بيه. غادة كانت دايما شايفه في المخرج خالد يوسف ان هو المخرج اللي هيكتشفها وهيعمل منها نجمه الجماهير، وعلشان كده كانت دايما بتوافق تشتغل معاه حتى لو الدور اللي هتشتغل فيه دور صغير في الفيلم. استاذ خالد يوسف انا بحبه جدا ومش عايزاه يتحط في مقارنه مع اي مخرج تاني. خالد يوسف ده من اجمل المخرجين اللي اشتغلت معاهم، لانها كانت دايما حاسه ان خالد بيفجر جواها طاقات ما بيفجرهاش اي مخرج تاني. وعلشان كده على مدار ال 25 سنه عمر غادة الفني اشتغلت مع خالد يوسف لوحده 6 افلام، وهي حين ميسره، دكان شحاته، كف القمر، الرئيس عمر حرب، كلمني شكرا، وكارما. بس خالد يوسف كان دايما شايف غادة عبد الرازق يا اما في الدور الثاني يا اما في بطولات جماعيه. عمره ما اداها دور البطوله غير في فيلم كلمني شكرا، واللي كان البطل الاساسي فيه هو عمرو عبد الجليل. بقول لك ايه، ما تفكك من اللي في دماغك بقى عشان تبقى الحياه لذيذه وعزيزه. بص انا دلوقتي مش فاضي، عندي شغل، اخلص واجيلك بالليل بقى على رواقه عشان نظبط بعض، بقالنا كتير قوي ما ظبطناش. في سنه 2011 قامت الثوره وتغير شكل مصر، وانخرط من بعدها خالد يوسف في العمل السياسي وساب السينما لفتره طويله. والفتره دي كانت هي فتره الصعود الاساسي بتاعت غادة عبد الرازق. ويمكن ابتعاد خالد يوسف عن السينما وعن العمل الفني بصفه عامه ده عطل مشوار غادة عبد الرازق ونجاحاتها في السينما، وفضلت بوصله غادة عبد الرازق السينمائيه تشوبها الفوضى والعشوائيه بشكل كبير جدا. فتلاقيها تعمل افلام من نوعيه جرسونيرا وريكلام واللي اختشوا ماتوا وبون سواريه، وكلها افلام لا ليها قيمه فنيه ولا نجحت نجاح جماهيري. بقول لك شطب، انا مش ناقصاكي. يا لهوي يا صفيه، ايه الاكل تقيل قوي ده؟ والسبب في كده ان غادة عبد الرازق ممثله ذكيه، وانا انسانه على فكره ذكيه جدا، وعارفه ان تاريخ الفنان بيتقاس بالاعمال السينمائيه بتاعته مش بالاعمال التلفزيونيه. السينما تاريخ. كل ما احس ان انا ما عملتش في السينما الحاجات اللي تستحق ان انا في يوم من الايام الناس تتذكرني بيصعب عليا نفسي قوي. وده لان ذاكره التلفزيون دايما ذاكره ضعيفه، فتلاقيها تقبل كل الاعمال السينمائيه اللي بتتعرض عليها بغض النظر عن القيمه الفنيه بتاعتها. علشان كده ما تستغربش لما تشوف ان ادوار غادة في السينما مش بنفس القوه ولا الكواليتي بتاعت ادوارها في التلفزيون. سنه 2018 تسيطر الشركه المتحده على كل الانتاج الدرامي والتلفزيوني في مصر، وتبتدي تحدد اسعار النجوم والاجر المستحق لكل نجم فيهم، ويجي الدور على غادة عبد الرازق، فتقوم خناقه كبيره بينها وبين تامر مرسي، وتعترض على الاجر اللي متحدد لها وترفض انها تشتغل معاهم، فتتقفل في وشها كل القنوات التلفزيونيه، وتلاقي صعوبه في عرض المسلسل بتاعها لان كل القنوات تقريبا مملوكه للمتحده. ومع ذلك ده ما يوقفش غادة، وتدور على الحل التاني وتلجأ لقناه طارق نور القاهره والناس، وتعرض المسلسل بتاعها حدوته مر. ما بترديش ليه يا رنا؟ هو الاكل حلو قوي للدرجه دي؟ فضلك استني انت بقى. استني يا دين. ايه يا حبيبتي؟ مش قادره على ايه؟ في ايه؟ وتفضل غادة مكمله وتعرض اعمالها على قنوات مختلفه غير قنوات المتحده. وبغض النظر عن القيمه الفنيه للاعمال اللي قدمتها غادة في الفتره دي، لكن يفضل موقف غادة المثير للاعجاب في حربها مع اكبر كيان للانتاج الدرامي والتلفزيوني في مصر.
وتكسب غادة عبد الرازق في معركة البقاء. ودي نقطة تانية في نقطة التشابه اللي ما بينها وبين نجمة الجماهير نادية الجندي. بالمناسبة غادة اتصالحت مع الشركة المتحدة، ومش هتلاقوا بس ان ظهورها في البرامج بقى كتير، لكن هتلاقوها كمان تظهر مع منى الشاذلي في برنامجها على اون تي في. السعي لا يضمن حتمية الوصول. وعشان تعرف قد ايه غادة عبد الرازق تعبت في مشوارها الفني، مهم تعرف مين تاني بدأ معاها المشوار الفني وهم فين دلوقتي، وغادة عبد الرازق فين دلوقتي. الناس اللي بدأت مع غادة عبد الرازق في نفس التوقيت تقريبا: عبير صبري، مش هرد عليك، لقاء سويدان، صفع لقاء سويدان لميدو عادل، وغادة ابراهيم. انا كاريزماتيك. ايوه هي دي. وده يفسر معنى التاتو اللي موجود على ايد غادة ومكتوب عليها كلمة العزيمة. ورغم ان كل دول ابتدوا مع بعض، لكن شوف الفرق في المكانة الفنية اللي وصلت ليها كل واحدة فيهم. مكانتهم ما تتقارنش اصلا مع غادة عبد الرازق. دايما غادة عبد الرازق عايزة تثبت للناس انها ممثلة قوية، وانها ما دخلتش الفن لمجرد انها ست حلوة وخلاص. ان انا ممثلة، ان انا ما طلعتش بحلاوتي مش بجسمي. لكن في كل عمل فني عايزة دايما تقول ان انا ممثلة شاطرة. لما غادة عبد الرازق نجحت، ما نجحتش عشان هي حلوة ولا عشان لبس قميص نوم، عشان هي ممثلة كويسة. وعلشان كده غادة عبد الرازق لها مكانة متميزة في قلوب كل المشاهدين بتوعها، وكل المعجبين بغادة عبد الرازق بيحبوها مش بس علشان هي ممثلة قوية، لكن عشان كمان هي في حياتها إنسانة قوية وتقدر تحارب وقت اللزوم لو اقتضى الأمر. وعشان كده بقول إن غادة عبد الرازق مش بتمثل الشخصية القوية، هي فعلا شخصيتها قوية. وأكبر دليل على كده قدرتها على البقاء لحد النهاردة بعد كل الصراعات اللي هي دخلت فيها دي، وقدرت تخرج من كل المعارك اللي دخلت فيها وهي منتصرة. وده السر اللي مخلي غادة عبد الرازق تتمسك بأدوار الست القوية اللي ما بتتهزمش مهما الزمن جه عليها، ومهما وقعت لازم تقوم تاني. رجعت تاني أعمل الشخصيات القوية القيادية علشان أدي أمل لكل البنات والستات اللي قاعدين في البيت. ما في يمكن غادة ما تكونش ناجحة قوي في السينما، إنما هي ناجحة قوي في الدراما التلفزيونية. غادة كمان بتحرص على إنها تظهر الجانب الإنساني منها في كل البرامج والمقابلات التلفزيونية اللي هي بتعملها، وعشان كده بتحب دايما تتكلم عن بنتها وأسرتها الصغيرة، لأن دايما الجمهور شايفها في دور المرأة القوية المسيطرة اللي بتعرف تاخد حقها بدراعها. إنما الجانب الإنساني محدش يعرف عنه حاجة، عشان كده بتحرص غادة عبد الرازق في كل لقاءاتها التلفزيونية إنها بس تبين الجانب الإنساني منها، وتتكلم كتير عن روتانا بنتها وعن يسرية أختها وعن لميس وصلاح ولاد أختها. رحلة غادة عبد الرازق ومشوارها الفني رحلة معبرة وفيها انسبايريشن للناس كتير جدا. الكونكلوجن بتاعها في الآخر إنك عشان توصل لحاجة لازم تحارب عشان توصل لها، وعلشان تقدر تكمل فيها لازم تحفر في الصخر، ولازم تبقى مؤمن بنفسك في الأول عشان تقدر توصل للي انت عاوزه. وده اللي عملته بالظبط غادة عبد الرازق، عشان كده احنا بنحب غادة عبد الرازق. وبس كده انا خلصت. لو عجبتك الحلقة لايك وشير، وانزل خد لك لفة في الفيديوهات. لو عجبتك اشترك في القناة.